مساء الخير. مشكلة سد الشهية ومشكلة الجوع المستمر وخاصة المصاحب بالناس في وقت في فصل الشتاء من أكتر المشاكل اللي بيعاني منها الناس. عشان كده هقولكم على بديل للبالون اللي بيتعمل في الجراحة، بس بديل طبيعي، كأنك عملت بالون بس من غير ما تدخل جراحة ولا تتعرض لأي حاجة. ايه هو بقى؟ هو مادة طبيعية بتتباع عند العطار او بتتباع في منتجات وادوية في الصيدلية، عبارة عن اكياس فورات بتسد الشهية وبتملى المعدة. ايه هي بقى؟ هي البيساليوم او قشور السيليوم، ودي بتتباع عند العطار اسمها قشور السيليوم، او بتتباع في الصيدلية تحت مسمى منتجات كتير جدا زي الاناسيليوم او البيساليوم. ودي منتج طبيعي آمن لمرضى السكر ومرضى الضغط والمرضعة والحامل والأطفال وكل الناس، لأن هي ما بتشتغلش على المخ، ودي أهم حاجة، وحطوا تحتها 100,000 خط. هي حاجة بتملى المعدة وبس، ما بتعملش حاجة تانية. ايه بقى البيسيليوم؟ هي insoluble fibers، يعني ألياف ما بتدوبش في المية، بتدخل المعدة فبتملى المعدة كويس جدا، وبتخليك عندك احساس بالشبع لفترة طويلة. واللي احسن من كده ان هي بتخليك تشرب مية كتير جدا، لانها بتزود امتصاص المية من الجسم. واللي احسن كمان ان هي بتعالج الكونستيبيشن او الامساك، هي اصلا الياف لعلاج الامساك، فهي الياف طبيعية ملهاش اي اضرار. بتشربها ازاي؟ بتحط الفوار في نص كوباية مية، بتدوبه كويس وتشربه على طول، لانك لو استنيت شوية بيكون طبقة جل سميكة مش هتقدر تبلعها، وبالتالي بتشربه على طول، فبيدخل طبقة الجل دي بتتكون جوه المعدة وتملى المعدة جدا، فتديك احساس بالشبع والشبع كمان لفترة طويلة. فبالتالي نبقى عالجنا مشكلة كبيرة من أسباب زيادة الوزن، وهي مشكلة الجوع المستمر والشهية اللي على طول مفتوحة. فاحنا كده هنبقى سدينا الشهية، بلس ان هي بتديك فيتامينز وبتديك مينرال وبتخليك تشرب مية وبتعالج الكونستيبيشن والامساك اللي هو الامساك، والياف طبيعية ملهاش اي اضرار وما بتشتغلش على المخ. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم.